واعراض المس لازم تكون معروفه جدا للمعالج عشان فيها نوعين: اعراض في المنام واعراض في اليقظه. تعالوا اقول لكم على الاعراض اللي في المنام: الارق والقلق والكوابيس والاحلام المفزعه، انك تشوف حيوانات في المنام، انك تجز على اسنانك وانت نايم، انك تضحكي او تصوتي وانت نايمه، انك تتوب كتير وانت نايم. تخيلوا ان اللي بيقوم يمشي وهو نايم بيبقى عنده مس، ان ساعات وهو نايم بيحلم انه بيقع من حته عاليه جدا، او يشوف نفسه او تشوف نفسها في مقبره او في مزبله او في مكان وحش جدا، او يشوف اشكال ناس غريبه طوال وجسمهم كبير شكلهم غريب غير المألوف، او يشوف اشباح. دي كده الاعراض وهو نايم. تعالوا بقى نشوف الاعراض وهو صاحي: ان هو يبقى عنده صداع مستمر، او هو مش عارف يذكر ربنا، ان دايما شارد ومش مركز، او عنده خمول ومش قادر يتحرك. والصرع والتشنجات العصبيه: انه يبقى عنده وجع في جسمه فيروح للطبيب عشان يتعالج منه، فالطبيب يقول له ان الوجع ده ملوش علاج. تعالوا بقى اقول لكم على انواع المس: في مس كلي ومس جزئي ومس دائم ومس طائف. المس الكلي ان المس يبقى للجسم كله، والنتيجه بتاعته ان بيجي له تشنجات عصبيه للجسم كله. والمس الجزئي انه يمس حتى من جسمك زي لسانك او دراعك او رجلك. والمس الدائم ان الجن يفضل موجود في جسم الانسان فتره كبيره. والمس الطائف هو ما بيقعدش كتير، بيجي في الكوابيس وبيمشي. تعالوا بقى اقول لكم: انت او انت لو موجودين مع دجال وقال لكم الطريقه دي هي اللي هتخرج الجن، اعرفوا انه دجال ولازم تهربوا، ان الطرق دي محرمه. اول حاجه طريقه الزار، والزار هنعمل له حلقه خاصه وهنتكلم عنه. الزار ده ملوش اساس من الصحه، هو اساسا معموله ان مبتدع في الزمن ده، والهدف منه ان في فلوس بتدفع كتير وبيحصل فيه حاجات استغفر الله العظيم، ويقول لك تعالى اعمل لك زار عشان اطلع منك الجن، او يجي يقول لك هعالجك من الصرع او اي مرض تاني. تاني طريقه طريقه الاسترضاء. هنا المعالج بيحاول استرضاء الجن الصارع اللي هو داخل جوه الانسان، فبيعمل له كل اللي بيطلبه منه. عشان الدجال يعمل استرضاء للجني فبيسمع كلام الجن في كل حاجه، فالجن ساعات بيطلب منه انه يذبح له حيوان معين، او يجيب له ذهب، او يخليه يشرب دخان معين. والطريقه دي كلها حرام عشان انت بتعين الظالم على ظلم، انك بتطيع الجن وبتعصي ربنا. وانت لما بتسمع كلام الجن وبتعمله اللي هو عايزه بتخليه يزداد قوه وكفر وطغيان، وساعتها يضحك عليك الجن ويقول لك انا هخرج ومش هرجع تاني، ويضحك عليك ويرجع ويخش جسم الانسان. رقم 3 طريقه الاستعانه، والطريقه دي ما بيقومش بيها غير الساحر، فبيستعين بالجن اللي بيخدمه عشان يخرج الجن الصارع اللي جوه المريض. وساعات كتيره جدا ان الجن اللي بيكون مع الساحر اضعف من الجن اللي موجود في جسم المريض، وساعات بيكون اقوى فبيستطيع ان هو بيطلعه. واحنا قلنا ان تحريم الاستعانه بالجن اسباب كتير. رابع حاجه طريقه الاقسام، وفي الطريقه دي بيقوم الساحر بالاقسام على الجن الصارع بسيده من الجن، عشان الجن زي ما قلنا قبل كده قبائل وعشائر، منهم القوي ومنهم الضعيف، ومنهم السيد ومنهم المسؤول، ومنهم العظيم ومنهم الحقير. هنا الساحر بيقوم التعرف على قبيله الجن الصارع ده عن طريق الجن المساعد اللي بيساعد الساحر، وبيقسم على الجن الصارع باسم قبيلته وسيد قبيلته، فبيخاف الجن ويخرج، وده اساسا فيه شرك كبير جدا. طريقة 5 هي طريقة سجن الجن الصارع. هنا الساحر بيعرف قبيلة الجن الصارع ايه، وبيحاول يقرب لرؤساء القبيلة عن طريق الشرك بالله استغفر الله العظيم، عشان يقدر يتحكم في الجن الصارع اللي لابس الانسان. وهنا الساحر بيؤمر رؤساء القبيلة انها تؤمر الجن المصارع اللي داخل جسم الانسان ان هو يطلع من جسمه عشان الانسان ده ما يكونش ممسوس. سادس حاجة طريقة تعذيب الجن وقتله. 7 طريقة حرق الجن الصارع. الطريقة دي زي الطريقة اللي فاتت، الشرك في الطريقة دي هو أكبر. في الآخر عايز أقول لك إنك لو أنت اتكلمت مع أي حد إنك مخنوق أو متضايق أو عندك مشاكل في حياة، أو أنت مش عارف لسه ما اتجوزتيش، أو عندك مشاكل في الشغل، أي حاجة بتحصل لك، إن اللي معاك يقول لك لا لازم نروح لشيخ أو نروح لساحر أو نروح لدجال عشان يفك لك العمل، اعرف إن هو كده بيضرك، إن مفيش حاجة دي بينفع غير ربنا. اتجه الى الله، التزم وصلي، والتزم بالقرآن، والتزم باذكار الصباح والمساء، وربنا دايما هيكرمك. لازم تعرف مدائة لما فرجت، فلازم يبقى عندنا يقين بالله ان ربنا هو المتحكم في حياتنا كلها. يا ريت لو اي حد فيكم عنده اي حاله من الحالات دي حصلت معاه او حس بالاحساس ده، يا ريت يبعت لي ويقول لي. لو انت اول مره بتشوفني اعمل لي سبسكرايب وفعل الجرس واعمل شير، وانتظروني في الحادثه.